يحتاج الطلبة خلال الاستراحة إلى مكان للتخفيف من ضغط الدراسة ولينعموا بما يريح العين، وإلى ساحات خضراء تكون متنفسا لهم. ففي فترة الاستراحة بين الدرسين يحتاج الطلبة لمكان أقرب مما يكون إلى متنزه أو حديقة لتكون دار استراحة لهم. أخذنا على عاتقنا أن نرتب حديقة إعدادية النعمانية للبنين، وبدأ العمل منذ زمن طويل ما يقارب بال2007 2009، إلى أن وصلنا إلى مراحل ممكن أن نقول مراحل جيدة. وكان العمل في إعدادية النعمانية في البيئة إعدادية النعمانية ينقسم إلى قسمين: البيئة الداخلية والبيئة الخارجية. البيئة الداخلية ركزنا فيها على القاعات الدراسية، على طلاء الجدران في القاعات الدراسية، بحيث أننا اختارينا بعض الألوان الجميلة والألوان اللي لا تؤثر على نفسية الطالب. وأيضا البيئة الداخلية في المدرسة القريبة على القاعات الدراسية، فأنشأنا بعض الحدائق وخصصنا هذه الحدائق للزهور. طبعا البيئة لها تأثير على الإنسان سواء في الجانب الصحي أو الجانب النفسي. بالنسبة للحديقة المدرسية اللي خاصة مدرسة النعمانية، حقيقة المدرسة تعاني من فلاح، وهذا الفلاح ما متواجد بالمدرسة، بس عندنا موظفين خدمة، واعتقد هذا مو مسؤوليتهم انه موظف خدمة يقدر يزرع او يقدر يعتني بحديقة مدرسية. ونطلبه من مديرية تربية النعمانية بتوفير فلاح لتكون بيئة صحية وبيئة جميلة تريح النفس للتلميذ وللمعلم. بالنسبة لترتيب هاي الحديقة مثل ما شفتوها وطلعتوا عليها، هاي طبعا بجهود ذاتية من قبل إدارة المدرسة وملاكها لخلق، كما قلنا لكم سابقا، لخلق بيئة جميلة تريح النفس. إن المجهود الذاتي والإسهامات الفردية دورا فعالا في دفع عجلة التقدم والنهوض بالواقع الخدمي على مختلف الصعد، وهذه أحدها التي نراها الآن هي عبارة عن جهد ذاتي وتمويل ذاتي. على صاحب هذا المجهود على نفسه أن يكون مبادرا غير منتظرا لتمويل حكومي أو خطة ضمن موازنة. صراحة سألنا بعض الطلبة عن انطباعهم داخل المشتل، أجابوا أنه خطوة جيدة. صراحة أيضا أجوبتهم كانت بصورة استيعابهم للمواد بصورة أكبر. هذا أيضا تحفيزي، وبالإضافة إلى أنه شارك العديد من الطلاب من خلال النشاط اللاصقي داخل هذا المشتل. صراحة نحب نذكر بعض الجهات اللي دعمتنا، وهي من البدايات هي أولها مدير بلدية النعمانية مشكور أستاذ صلاح الكناني قيم مقام النعمانية، بالإضافة إلى كادر إعدادية وطلابها ساهموا مساهمة مباشرة في نجاح هذا المشتل، وهو أيضا في عمل مستمر. نشكر جهود الطلبة والأساتذة على هذا الجاي قدموه إنه من أشجار، ويعني جاي يبذلون جهد دائما احنا نلاحظهم بالدروس، يعني بالدروس نلاحظهم يشتغلون، ويعني عمل متواصل دائما. وهو هذا المتنفس يعني للطلاب من خلال يعني بالفرصة أو بعض الدروس اللي عندهم بها فراغ يطلعون، هو هذا المتنفس الوحيد. مصانع المستقبل كلمة أقل ما يقال عنها أنها المدارس، فهذه الصروح العلمية التي يتلقى فيها الطالب جرعات من علوم وآداب تفتح الباب لجيل متعلم قادر على أن ينهض بالبلد في شتى مجالات الحياة. لقناة النعمانية نيوز، علي هادي.